النهارده بقى احنا بننافس اكبر المحلات اللي بتعمل الرز بلبن، وازاي نطلعه بالقوام الكريمي والوش المكرمش والحلويات والطعامة والقشطاطات اللي انتوا شايفينها دي. بجد في حتة تانية خالص. تابعوا معايا الفيديو الاخر عشان اقول لكم سر من اسرار الرز بلبن، وازاي يستوي وازاي في دقايق يكون جاهز معايا ويطلع بالجمال ده. قبل اي حاجه ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وكومنت حلوه كده زيك، ويلا بينا نشوف طريقه الرز بلبن بتاعتنا عامله ازاي. هنجيب حلة على النار، اي حلة بقى متوسطة على حسب انت هتستخدمي قد ايه. نص كوباية من الرز المصري مغسولة كويس وصفيناها، ما نقعناش الرز خالص، غسلناه وصفيناه زي ما انتم شايفين كده. هجيب عليهم كيلو من اللبن، يبقى كيلو اللبن بياخد نص كوباية من الرز. الرز عملنا فيه ايه؟ غسلناه وصفيناه، ما نقعتش. حطينا بقى لبن حلو بقى كده، يعني غني، يكون لبن جاموسي جاي من عند الناس اللي احنا ضامنينهم، ما نكونش مغشوش ولا اي حاجه، يا اما تستخدمي اللبن المعلب. حطينا معاهم سر من اسرار الرز بلبن، وهي كوبايه ميه. يبقى كيلو اللبن بياخد كوبايه من الميه، دي اللي هتخلي لي الرز بتاعي يستوي في خلال 10 دقايق بالظبط. هيكون الرز استوى ونفش. هنفضل نقلب فيه كده لحد ما يبدا الرز بتاعي ينفش. اهو شايفين استوى معايا خلاص. في المرحله دي بنبدا نضيف السكر ما بنضيفوش في الاول عشان ما يكرملش معايا ويلزق في القعر ويتحرق، فاحنا بنحط السكر بعد ما الرز يستوي. حطينا نص كوبايه من السكر. عايزه تقللي الكميه مفيش مشكله، على حسب طبعا الرغبه، يعني السكر ده حسب انتي عايزه سكرك قد ايه. خلاص هو كده تمام. هنبدا في الخطوه اللي بعد كده. معلقه من النشا، هنحط معاها نص كوبايه من الميه او نص كوبايه من اللبن، وهقلب كويس جدا لحد ما النشا بتاعنا يدوب عشان ما يكلكعش معايا في الرز بلبن. اهو هنضيف النشا بتاعنا على الرز بلبن كده زي ما انتم شايفين. موضوع بسيط جدا وسهل، يعني اسهل مما تتخيلوا. هنجيب بقى هنا كيس كريمه من كريم شانتيه، كريمه الخفق، او بقى عايزه تحطي قشطه، عايزه تحطي اللي هي كريمه لباني، زي ما انت عايزه. المهم حاجه تخلي لي الطعم كريمي ونكهه اقوى، ودوت اللي بيعملوه في المحلات. انا دلوقتي بقولك اللي هم بيعملوه في المحلات، ولكن عايزه تستغني عن الكيس كريم شانتيه ده مفيش اي مشكله خالص، هيطلع معانا حلو برضو. هنقلب لحد ما الكريمه تختفي خالص ودابت معايا زي ما انتم شايفين كده، وهنفضل نقلبه مثلا حوالي 5 دقايق. احنا شغالين على نار هاديه، نار واطيه، وبنفضل نقلب علشان الرز بتاعنا ما يلزقش ويتحرق معايا. بصوا خلاص هو كده تقل معايا والقوام بقى زي الفل. هنحط الفانيليا في الاخر خالص. الفانيليا بحطها في الاخر عشان النكهه بتاعتها تبقى قويه وتبقى موجوده ما تروحش، لان لما بنحط الفانيليا في الاول ريحتها بتروح بقى مع النار والتقليب والكلام ده، فالريحه بتاعتها بتروح. هنا خلاص الرز بلبن بتاعي تقل وزي الفل وما خدش وقت خالص، والرز استوى والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه، ويلا بينا نحطه في اطباق. يفضل عشان احنا نعمل الوش المكرمش ده، يفضل ان احنا يكون اطباق ليها غطا، او هنغطي بستريتش. يعني لو متوفر عندك اي حاجه في دول هنغطي في ستريتش. انا استخدمت الاطباق دي، بتتباع كده عند مستلزمات الحلواني، فبجيبها منه عادي. هنبدا بقى نغرف الرز بلبن بتاعنا. شايفين قوام الكريمي؟ يعني تحس ان هو تقيل ازاي، وقوام كريمي، الرز مظبوط بالملي، ولا تقيل ولا خفيف ولا الكلام ده، هو بالظبط. يعني كيلو اللبن عليه نص كوبايه من الرز بالظبط. هتضاعفي الكميه تضاعفي الرز، ما تزوديش رز عن كده. اهو شايفين القوام الكريمي ازاي؟ تحفه، بجد تحفه. جربيه ومش هتندمي والله، هتدعي لي كل يوم. جربتي الطريقه دي هتدعي لي كل يوم انا متاكده. خلاص احنا كده هنسيبه يبرد بقى معانا حوالي 3 ساعات او ساعتين قبل ما نغطيه. ما ينفعش نغطيه قبل كده، يعني لازم يبرد تماما. وبغطيه يا اما بالغطيان بتاعه الاطباق دي، يا اما بالستريتش. وانا هفضل ان انا اغطيه بالستريتش قدامكم عشان اوريكم الطريقه. عشان اللي مش هيستخدم الاطباق بغطا دي، هنجيب اطباق عاديه خالص ازاز من اللي عندنا ونغطيها بالستريتش. اهو بنغطي بالستريتش، بس ده بعد مرور ساعتين او 3 ساعات من انه يبرد. شايفين؟ هنغطي عادي خالص باي استرتش متوفر عندك، وبيبقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. هنخلص كل الكميه طبعا. اهو استرتش عادي خالص بنغطي. وهعيد تاني، لازم ما ينفعش نغطي وهو سخن، هيتبخر معاكي وهيعمل ميه وهيبقى سايب. لازم يعني تسيبيه يبرد تماما، ونبدا نغطي كل الكميه. في الحاله دي بقى بدخله التلاجة. تاني يوم
تاني يوم اهو، انا قلت تاني يوم بنبدأ نطلعه من التلاجة ونشيل الاسترتش، هيطلع بالوش المكرمش اللي انت شايفاه ده. جربيه، وما تنسيش تعملي لايك وشير وكومنت حلو كده زيك للقناة، وما تنسيش تدعيلي لما تجربيه، هيطلع في منتهى الجمال. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ومستنية تعليقاتكم الجميلة ورأيكم فيه.